عايزه اعرف how did you get here؟ ازاي وصلتي ان انت تبقي، طبعا انت ستايلست وكونتنت كريتور، حد بيطلع سوشيال ميديا يقول الناس تعمل ايه وتلبس ازاي. هل انت طول عمرك عندك سنس الموضه ده ولا جت ازاي؟ actually ما كان عندي إياها ابدا. يعني انا لما I took the decision انه I want to be a fashion stylist, I took the course, a personal course. Like me, I was not being confident enough. كل ما بطلع بفتح الخزانة ما بلاقي شيء البس، دمار، ببكي، بلغي ظهرات. I reached to this level in life. And then I decided إنه you know what, بدل ما ضلني عم بشتري تياب all the time, let me actually go and take a course. By mistake, I took a course اسمه Train the Trainer, and it's the highest in image consultancy. I didn't know. The lady came from US, عطتني الكورس, and I was يعني you know لما حدا بيحكي معك Chinese, هيك كان beginning, especially when we came to the colors. 12 years ago. اوكي سو من 12 سنه. انا بحاول اقلب عربي شويه عشان بحس ان احنا نوصل للناس اكتر لما بنتكلم بالعربي. وعلى فكره يعني دي هقولها بجد لان احنا unfiltered، مش هتصدقي انا قد ايه لما بطلع اتكلم وبقلب انجلش بيجي لي كومنتس اللي هو بليز عايزين نفهم انتوا بتقولوا ايه. مزبوط same for me. لسه لما بتحكي لهجات انا بحكي فلسطيني بقولوا لي ترجم. هذيك اليوم بقول انصح، قالوا لي يعني امتن ولا مش عارفه. طب ما انا ما فهمتش اللي اصلا حضرته. فلا يعني انت وفاء فكرتي ان انت عايزه تحلي مشكله كانت عندك، اللي هو انت زي كل الستات بيفتحوا الدولاب فيه كميه لبس مش طبيعيه، انا ما عنديش حاجه البسها، انا مش عارفه البس. وانت بتحاولي تحلي مشكلتك حسيتي ايه ده انا ممكن اساعد ستات تانيين يحلوا مشكلتهم. حلوة قوي 100%. يعني حتى الثقة بالنفس ما كانت موجودة. أنا كنت نيولي واد، يعني بعدني مزوجة. قابلت أصحاب زوجي وماني كلياتهم بيعرفوا يلبسوا ويعرفوا يظهروا، وأنا صفر. اللي هو بتعرفي كنت كتير بنت خجولة لا أعرف ألبس. معنا دلوقتي اللي يبص على الاكاونت بتاعي وبصوا بتلبس ازاي، بتجيب الحاجات دي منين، والطاقيه وشو اسمه شيز فيري، بالعكس كتير جريئه. بس هذا 12 سنه شغل يعني هو انت بتاخدي الكورس بالاول، بس بعدين الكورس وكليته على بعضه اسبوع. بتضلك بتشتغلي على حالك كل الوقت، وكل زبون بيجيكي بيعلمك درس. كان عندك قد ايه لما ابتديتي تخشي في فاشن كارير؟ كان عندي اول بنت I think ب30 تقريبا. انا بسالك لان انا عارفه لما تعرفنا على بعض من كام شهر، وقصتها انسبيريشنال جدا، ان هي حكت لي ان هي بتحب تلهم الستات انه انا لقيت شغفي في الحياه مش في سن صغير. انا مش بقول عليكي كبيره، لا بس هو مش لا انت مش كبيره، بس بحب ان انت دايما بتقولي انه ما فيش عمر الواحد يلاقي شغفه، وان انت دخلتي عالم الموضه ده اللي ممكن يبقى لو احنا بنبص على المودلز والديزاينرز نحس ان هم في العشرينات، لا انت دخلتي وعملتي بصمه. صح. واي ثينك لانه بالسن. بس اللي بدي اركز فيه على وفاء اذا بتسمحي لي ايضا، انه هذا الكورس كل وحده ست، يعني انا بفهمش ليه بتبخلي على حالك بهذا. مش ضروري كورس، بس خدي جلسه اعرف فيها جسمك، اعرفي فيها شو الملابس اللي بتناسبك، دغري بيفرق بالثقه بالنفس. انت يعني كمان عملتي الكورس ده؟ انا عملت الكورس، انا عملت الستايل كوتش، لانه في جزئيه كوتشنج. بس حتى انا اللي كنت احب كتير اللبس، واحنا عندنا بالعيله عندنا بالعيلة اللبس إشي كتير تابو، ستيل كتير ضف لي على ثقة بالنفس آيتن كتير. طبعاً. يعني هلأ بتقولي الألوان، أنا هاي الألوان كنتش ألبسها قبل، أروح على السيف سايد، أوكي أحب الأناقة، بس إني أمزج مثلا اللون الليلكي مع اللون الأخضر، أطلع أورانج، هلأ بدخل ألوان. فضروري كل سيدة تاخد جلسة. بس بتعرفي ما بيعرفوا. أنا أول ما بلشت كانوا ما بيعرفوا يعني خبيرة مظهر. يعني لما كنت اندعى على تيفيات لأطلع أعمل مقابلات يقولوا لي طب اشرحي لنا شو يعني. ما أنا أوكي، لأي حد دلوقتي بيتفرج عليكم ومش فاهم أنتوا بتعملوا إيه بالظبط، يعني دلوقتي اوصفي لي لما يوم من حياتك أوكي كشغلك أنت بتعملي إيه بالظبط، السيرفيسز اللي بتديها وإزاي بتساعدي السيدات. إحنا عنا أكتر من نوع جلسات. أنا وفاء أول إشي عنا بس تحكيني أنت، بسألك آيتن شو الإشي اللي مضايقك أكتر شيء، بس الثلاث جلسات الأساسية برأيي، وتقولي وفاء إذا صح ولا لا، اللي هي جلسة تحليل الجسم، لأنه عندنا 5 أنواع من الأجسام، وكل جسم له طريقة لبس محددة. ما بنقول في جسم أحلى من جسم، بس في جسم لازم يلبس بطريقة اللي تبين جماليته ويخفي الأشياء اللي مزعجاه. عندك بعدين تاني شيء الألوان اللي بتناسب بشرتك آيتن. قديش أنا مع إني ماخذ الكورس ومع إني بدربه، هداك اليوم بدي أطلع أسجل فيديو، فبتعرفي سجلت 5 فيديوهات بنفس اللبسة، فقمت بسرعة حطيت جاكيت وأي مست إنه الجاكيت مش اللون المناسب، دغري الكاميرا دغري بتقلب.
فانت لما بتعرف شو الالوان اللي بتناسبك ما بتعودي بالذات كمكياج ما بتحطي طونز من المكياج دائما ما بيجي حتى لو مش حاطه ولا شيء على وجهك وبيبين. وثالث جلسه اللي كتير مهمه اللي هي الستايل بيرسوناليتي. عندنا 5 أنواع من الشخصيات، أظن هون شوي دراستنا بتختلف شوي. عندنا 5 أنواع من الشخصيات. أنا كشخصية تختلف عن شخصيتك، ما بتقدر إذا أنا صاحبتك تلبسي الأشياء، إذا أنا مثلا كرياتيف خلاقة بلبس الأشياء مختلفة وأنت كلاسيك ما بتقدري تاخدي الملابس اللي أنا مخداها وتحاولي تلبسيها، حتشتريه وتحطيها بالخزانة وما تلبسيها. لازم هدول ال3 جلسات كتير أساسية. نفهم جسمنا ونفهم الألوان اللي بتليق علينا ونفهم شخصيتنا قبل ما نعمل شوبينج. بالزبط. مش ننزل نشوف المحلات نزلت إيه ونشتري إيه. لا بس لكن أنا عادة بقلبها، لأنه لما تيجي تقولي لها للكلاينت أو للزبونة إنه بدي أجي شوف لك شكل جسمك وحلل لك الألوان وشوف لك شخصيتك، حتحس إنه أنا بعرف كل هذا. أنا أول شيء أنا بعرف كل هولي ولا إنه شو حتدفعيني يعني كل هدول بدك تعملي لي هون. So أنا what I start doing أو اللي ببلش أعمله إنه في خدمتين كتير أساسيات كل بنت بحس كتير بعازل لهم. أول وحدة خدمة الوردروب أديت، يعني أنا بفوت على خزانة الزبونة طلع الأشياء اللي ما بقى عم تلبس، أكيد تكون 1000 قطعة يمكن، وبركز على القطعة اللي لازم ينعمل لها ستايلينج وببلش بخلق لها اوتفيتس من خزانتها. وطرتني قوي الحركه دي اللي هو هفتح دولابك واشوف فيه ايه واشوف العك اللي انت بتعمليه. بس اكشلي ليه وترني اللي انت بتقوليه؟ لانه حاجه اعتقد كذا ست هتوافقني الرأي ان احنا فعلا هو ده المشكله، ان احنا بنبص على الدولاب ونلاقي فيه كميه حاجات مش لايقه علينا او قديمه او اشترينا حاجه مش عارفين تليق مع ايه. فاحنا كلنا محتاجين حد يقول حد يقول لنا نعمل ازاي، مش بس عشان ده جسمي اللي انا عايشه فيه هقدر اتصرف. يشجعك ترمي صح وانه يجي حدا يشجعك يقول لك لا عن جد هذا مش مناسب حطيه. بالضبط. يعني انا بعطي كتير، في عندك كتير كيسز وحالات اللي هي انا بس اضعف حالبسهم ولا بس كتير من هدول. سو نحن بنجي ستريت فورورد، يلي هو اللي منه ظابط منشيله، يلي ظابط منركز عليه من خلال خزانتها. انا بعرف شو شخصيتها، شو الوانها، شو شكل جسمها، وبعدين تنزلي بعد كده تعملي شوبينج معاها بقى للناقص. يعني مثلا هيدي the second service، هي الخدمة الثانية يلي هي التسوق الشخصي. يعني أنا إذا حسيت إنه هي عن جد بعازن وننزل نعمل لها شوبينج بقلب المول بنزلها، بكون كتير صريحة مع الزبونة لأنه أنا بعتبرهم luxury services هدول. يعني الانفستمنت عالي. أنا مش بسألك قد إيه، بس هي انفستمنت عالية للست. لا هي من عالية، بس هي كتير من الصبايا بيقولوا لا أنا بروح بشتري تياب فيون بس شو بدي أدفعهم لستايلست. بس هي مش عارفة إنه حتريح حالها، بس هي ما عارفة إنه هيطلع لا. يعني أنا لما فوت على خزانة مينيموم 100 أوتفيت بيطلع مينيموم 100 أوتفيت، يعني 3 أشهر هذا المينيموم. يعني إذا بدكم بعد أكتر أنا متأكدة إن كل حد بيسمع دلوقتي بيقول لا يمكن يبقى عندي 100 أوتفيت في الدولاب، لأن إحنا بنعلق على نفس ال5 يعني نفضل ويفضلوا كده محطوطين على الوش. عارفة زي اللي ورا الله أعلم فيه إيه. ما هو دايما بيقولوا نحن بنلبس 80% من 20% يلي موجودة بالخزانة. يعني أنا 20% هي الكومفورت زون تبعيتي، أنا بلبسها 80%، الباقي منه كومفورت زون. يا أما ما بيلبقلي، يا أما مش لألواني، يا أما مش شخصيتي، يا أما جبتهم لأنه عسيل ونسيتهم، يا أما أنا فعلا ما عارفة شو عندي بالخزانة قد ما بيكون في قطعة.